زال يشهد على فصول تاريخية مضت في تأسيس القلعة الحمراء. العرصة بقلب المدينة القديمة ما زالت تحيي ذكرى الزمن الجميل عند المؤسسين والمسيرين واللاعبين. كاين غير واحد النقطة أولا قبل كل شيء لازم تصحيحها، هو أن الدار ماشي هي اللي تأسست فيها فريق النادي الوداد الرياضي، لأن الدار اللي تأسست فيها فريق الوداد هي كتوجد حدا سينما الامبيريا. هذه الدار اللي الحاج محمد بن جلول رحمة الله عليه مؤسس فريق الوداد قبل ما يموت مات في هذه الدار هذه، لأن هي المسكن الأخير اللي كان فيه الحاج محمد بن جلول مؤسس فريق نادي الوداد الرياضي. فالحاج محمد معروف أنه مؤسس فريق الوداد، أنه صاحب الفكرة. أما الفكرة ديال تأسيس نادي مغربي جات من مجموعة ديال واحد المجموعة ديال الشباب وطنيين مثقفين. 1937 كانت بداية ديال تأسيس الجمعيات، لأن قبل ما كانوش الجمعيات كيتأسسوا، كان غير الجمعيات الفرنسية. في 37 لماذا 37 بالخصوص؟ لأن الفرنساويين في 36 وقعت لا باسيفيكاسيون، التهدئة، لأن الثورات كانت متعددة في الأقاليم، يعني ثورة زايان، ثورة ديال ماء العينين، ثورة سمعتي من بعد منها عبد الكريم الخطابي. فالفرنساويين ما ارتاحوا، قالوا أنه انتهينا من التهدئة حتى ل 36. في 37 تأسست الوداد. تأسست الوداد قبل ما يتأسسوا الجمعية الأحزاب السياسية. لا يمكن عزل تأسيس الوداد عن الحراك السياسي الذي كان يعرفه المغرب آنذاك، فرغم اختلاف انتماءات مؤسسيها بين حزب الشورى وحزب الاستقلال بعد الحزب الوطني، كان هم عبد السلام بناني وعبد اللطيف بن جلول والحبيب بن جلول والأبجي والحاج محمد كان همهم الوحيد الحفاظ على وحدة الوداد. فإذا بقات الوداد كتجمع هذه المجموعة ديال الوطنيين، لأنه نهار اللي اختاروا الوداد كفريق رياضي ما اختاروهش غير لاعب الكرة، كان تغطية العمل سياسي، عمل فدائي. فلما تأسست الوداد تأسست لمقاومة المستعمر، ماشي للاعب كرة القدم. ما بقات الوداد فريق كرة القدم حتى من بعد الاستقلال، لأن من بعد الاستقلال جات أوامر هنايا، استدعانا الحاج محمد بن جلول للدار ديالو هذاك الفوقي، وقال لنا على أنه الآن كاينه فكرة أن الوداد كان ديال المغاربة كاملين، ودابا المغاربة كل واحد دار فرقة. مثلا مكناس اللي كانت وداديه وسلا وداديه داروا فرق ديالهم، سطات كانت وداديه داروا فرق، ولهذا الوداد خصها تبدل الاسم. انا خديت الكلمه قلت له حنايا وعد. لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة.